والله تعتبر على روحها الامارات، تعتبر على روحها. يعني وش بقى؟ دخل في السلاح ضدنا، دخل في كميات ضخمه من الادغوغ القويه عن جنوب ليبيا. غزمان يعني فاقوا اجهزه الامن تاعنا، تحرض حوالينا، تحاول تحرض تونس وموريتانيا باش يعزلونا، باش هما يطبعوا العلاقات وتمارس ضغوطات وتقول لو كانت وتحرض على الحرب ما بين الجزائر والمغرب مستعمله التواجد العسكري الصهيوني هنا عند جيراننا، وتحرض وتحاول تغري الدول ولا يعني وهي اللي تساعد في الكيان الصهيوني باش يدخل للاتحاد الافريقي هي والنظام المغربي. فهذا الشيء يعني مش كافي. انا ما قلتش اقطع العلاقات، لكن قلت انه مش محتاجين للاستثمارات الاماراتيه. حتى انه خرج واحد الخبر في واحد ما على باليش واحد القناه هكذا ماهيش رسميه، ويقول انه الجزائر حبست المشاريع مع الامارات. انا نعطي لك مثال، الشركه الوطنيه تاع الكبريت والتبغ، الكبريت والتبغ هذه ثاني ممول الخزينه العموميه في الضرائب. جا واحد اماراتي استحوذ على الجزء المربح منها، الفروع المربحه، واش جاب لنا؟ ما جاب لنا تكنولوجيا، ما جاب لنا حتى شيء، استحوذ عليها. حنا حسب اعتقادنا يعني بس ناخذ بعين الاعتبار انه كاين بعض التحكيم الدولي يقدر يسقى لنا غالي الى اخره، اما باقي المشاريع كيفاش نسمحوا للامارات يديروا مشروع مع الجيش تاعنا؟ ابدا، هذا شيء خطير جدا. ولا يقعدوا في الموانئ نتاعنا، خطير جدا. ولا يروحوا في ميناء ما نعرفش موانئ اخرى وفي قطاعات استراتيجيه ومناطق استراتيجيه في وسط البلاد. لا، باش نحميوا بلادنا، دفاع عن الذات. هذه مش عدوانيه، هذا ماهيش عدوانيه. ما رحناش احنا بعثنا لهم جواسيس في السفاره نتاعها عندهم وهما شفناهم كيفاش يتصرفوا. احنا ننصر الشعب الفلسطيني، ننصر القضيه. وش مازال ما داروهش؟ احتفلوا بانوكا، بالعيد بانوكا، يسمحوا لنساهم يروحوا يتزوجوا مع كذا. وحتى في الكنيسة سمعت بودني نواب اسرائيليين يقولوا هذا نفاق، هذا بعد بالغوا، هذا حب فياض، هذا نفاق، ما يقدروش يكونوا صادقين. داروا لهم حائط مبكى، داروا لهم للسيناغوغ يعني كنيس، داروا لهم مطبعين ثقافيين. لا، هما اللي في الجامعة العربية، هما في جامعة الدول العربية. هذه الدول المطبعة تشكل خطر على كل شعوب المنطقة بدءا بالشعب الفلسطيني. احنا ماناش قاعدين نتحرشوا